اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الهنا على حبايبي الموجودين هنا، أو يا مساء الهنا على حبايبي الموجودين هنا. ده أنا أميرة أحمد، وده المطبخ بتاعي، والنهاردة هعمل لكم طريقة جديدة للبسكوتات. زي طريقة مثلا قريبة من البوتيفور، بسكوت كده للعشاء، بسكوت للفطار، حاجة سريعة كده. هننكهه معانا كده بطعم مختلف شوية. هنعمله بطعم القهوة أو بطعم النسكافيه. انا كنت حابه ان انا احط عليه النسكافيه اللي هو سريع الذوبان، فما لقيتش، فمش هنقف على كده. لقيت عندي ظرفين نسكافيه اللي هو 2 في 1، كله بيمشي وكله هيدي نفس الغرض، وكله هيؤدي الى الطعم اللي احنا عايزين نوصل له. وانا اتعودت معاكم ان انا اكون صريحه معاكم وما اخبيش عنكم اي حاجه. وانا بكلم الفئات، البنات الصغيرين والعرايس اللي لسه مقبلين على الجواز جداد، اللي لسه بيتلخبطوا، اللي لسه مش بيعرفوا يتصرفوا قوي. انتوا كلكم ستات بيوت شاطرين ممتازين جمال وكبار وفاهمين وعارفين كل الحاجات اللي احنا بنقولها. فانا بحب اقدم الحاجات دي للفئات العرايس الجداد دول، اللي هم يعني ايه، حاجات سريعة كده تبسط بيها جوزها، تبسط بيها خطيبها، كلام من ده. يلا بقى نخش على المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما نتكلمش كتير. معايا المقادير النهارده بتاع البسكوت السريع بتاعي. معايا 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. معايا هنا كوباية زبدة وعليها نص كوباية من الزيت. زيت عباد، يكون زيت نظيف ما يكونلوش ريحة. معايا هنا نص كيلو من الدقيق. الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات، منخول 4 كوبايات من الدقيق بمعادل 500 جرام. معايا هنا كوباية من السكر، ما يعادل 200 جرام. معايا هنا كيس بيكنج باودر، هناخد منه معلقة كبيرة. معايا فانيليا سايبة، ممكن فانيليا عادية اللي هي السكر بالفانيليا ده. معايا هنا ظرفين من النسكافيه سريع الذوبان اللي هو 2 في 1 اللي موجود في أي بيت يعني. تمام كده. يلا بينا نقول بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونبدأ بالطريقة بتاعتنا على السريع. أنا مش هفصل معاكم الكاميرا يا جماعة. والمقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة وهننزل بيها في البولة بتاعتنا دي. هنجيب معانا بيضتين، وننزل على طول. عارفين بقى احنا كده، عرفنا بقى على طول ان احنا هننزل على البيضتين بالفانيليا بتاعتنا. ننزل كده بحبة حلوين كده عشان الزفارة. تمام كده. معايا بقى المضرب اليدوي بتاعي، مش هستعمل اي حاجة تانية. للناس بقى اللي يقعدوا يقولوا ما عندناش هاند بلندر، ما عندناش مضرب كهربا، ما عندناش مش عارفة ايه، احنا برضو ما عندناش اهو، بنعمل بايدينا كده. انا خلطت البيض مع الفانيليا كده كويس جدا. تمام كده. هنزل بقى حبيب قلبي كوبايه السكر البودر بتاعتي، دوبها بقى مع البيض كويس قوي. تمام كده. هنزل هنا بقى بكوبايه الزبده ونص كوبايه الزيت بتاعتي. الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، بدرجه حراره المطبخ، تمام، لينه، ان انا اعرف اضربها وانزل بيها على المكونات بتاعتي. طريه يا جماعه معايا ازاي. هنا بقى حبايبي بقى بعد ما قلبتها كده كويس والزبده دابت معايا وفي السكر والبيض بتاعي. عايزه اقول لكم على معلومه صح حلوه يا جماعه. لو انت نزلت بالبيض بتاعك ساقع على الزبده، الزبده هتعمل معاكي تكتلات ومش هتبقى احسن حاجه ومش هتبقى كويسه. هنا بقى في المرحله دي هنزل بالنسكافيه بتاعي. تمام. اي نسكافيه عندك بقى تحبيه تختاريه. النسكافيه اللي هو السريع الذوبان، احلى حاجه فيه كده ان هو يعمل لك شكل كده في البسكوته، وهيعمل لك طعم القهوه كده للناس عشاق القهوه وعشاق النسكافيه. هيحبوا الطريقه دي قوي يا جماعه. كده ضربناهم مع بعض ودوبناهم كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. يا رب يكون كل حاجه واضحه معايا. هنا بقى هنزل بالنص كيلو دقيق بتاعي، وطبعا ايه، هقلل منه كده نص كوبايه ولا حاجه، ممكن ما احتاجهاش لان الدقيق ده انا اول مره استخدمه، فمش عارفه هيقبل ولا مش هيقبل معايا. بقى بمقدار ايه،
معلقة كبيرة بيكنج باودر بس. يعني انا سبت شوية يعني من كيس البيكنج باودر، هو تقريبا 11 جرام او حاجة، انا خدت منه 8 او كده. تمام كده. هنا بقى في المرحلة دي انا مش هحتاج المضرب، انا هنزل بايدي في قلب العجينة عشان تتعجن معايا كويس. وطبعا انا بقيت من النص كيلو قيمة نص معلقة كده. ليه؟ عشان انا مش عارفة الدقيق هيعمل معايا ايه. تمام كده. ممكن نحتاج الدقيق كله، ممكن ما نحتاجهمش، حسب بقى ايه، هنشوف هنوصل لايه مع بعض. احنا مع بعض اهو، شوف الدقيق بتاعنا يوصلنا لغاية فين. طبعا يا جماعة كل واحد بيبقى عارف الدقيق نسبة الجلوتين اللي فيه بتبقى عالية، نسبته قليلة. يعني كل دقيق بيختلف عن التاني. فمش هاخد الطريقة ان هي 4 كوبايات او هو نص كيلو واجي احطه وارجع الاقيها ناشفة او الاقيها طرية، اضطر احط سوائل او اضطر ان انا احط دقيق. فطب وليه؟ الطريقة دي احسن حاجة، ان انا ببقي شوية دقيق معايا وانا بعجن كده. احتاجت هحطهم، ما احتاجتش اهم موجودين وهنحطه في جنب معايا كده. لا يا جماعة نص كيلو الدقيق ده طلع لكم شوية بسكوتات تحفة تفطروا بيهم، تعشوا بيهم، كوباية شاي بلبن كده حلوة دافية كده. هنا كده هحتاج دقيق، شفتوا بقى كده هنحط نص كوباية الدقيق، يبقى هو كده ايه، تاخد كل المقدار بتاعنا. وهنا حبايبي العجينة بتاعتي خلصت كده. شوفوا انا مش ايديا مش ماسكة فيها ولا اي حاجة، انا عايزة العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل اللينة دي. ليه؟ لاني انا هشكلها في القمع، فلما هشكلها في القمع لازم تبقى سهلة وسلسة ان هي تنزل معايا من القمع. تمام كده. انا عايزاها بالشكل ده، تكون لينة قوي كده بحيث ان هي تنزل معايا من القمع بتاعي. شايفين كده الشكل ده تحفة جدا، متلزقش في الايد، سايبة خالص من الايد اهي، وسلسة جدا وتحفة جدا. النهاردة معايا بقى ده، انا هشتغل بالشكل بتاعي ده اللي انتوا شايفينه ده، يا رب يكون واضح قدامكم. تمام. الشكل بتاعه واضح ويكون ظاهر قدامكم كده بالشكل ده. لو عندك اي شكل يعني اشتغلي بيه، بس انا هحب اشتغل بالشكل ده، يعني بيطلع شكله حلو، بيبقى ظريف في القمع. تمام كده. يبقى لما باجي احط كده دي في القمع بيبقى سهل وسلس معايا يا جماعه، وبيبقى سريع كده، بينزل مني بسرعه، ما بيبقاش العجينه جامده اللي هي تبقى قاسيه في قلب القمع. تمام. وهنا حبايب قلبي انا جبت القالب اللي انا هشتغل فيه او الصاج اللي هشتغل فيه. انا بحب اشتغل في الصاجان الالومنيا دي قوي يا جماعه، اللي هي حرفها واطي ده، بقى عندي منها يعني كميه، وبحب ان انا اشتغل فيها اي حاجه، بحب اشتغلها فيها الكحك البسكوتات، اي حاجه بتطلعها ناجحه جدا عن التيفال وعن الكلام ده كله. عندك اي صاج تاني استعمليه مفيش لا، بس لو استخدمتي اي صاج تاني غير الالومنيا ده يا ريت تحطي فيه ورق خبز علشان ما يلزقش، او تدهني بقى وتكوني متأكدة يعني من السمك بتاعه علشان ما يحرقلكيش البسكوتة بتاعتك. هوريكم بقى الشكل بتاعي هعمله ازاي، شكل البطفورية كده. تمام كده. يا رب يكون واضح بالشكل ده. يعني هو ياخد شكل البطفور، هو بسكوت بقى، سموه بسكوت سموه بطفور حسب ما تسموه. هتحبوه قوي يا جماعة بجد، يعني هيطلع حاجة رائعة كده مع مع الشاي بلبن بقى الصبح. الناس عشاق الشاي بلبن، عشاق الشاي، عشاق القهوة، براحتكم بقى، مش هقول لكم كلوه ازاي كمان يعني. بالشكل ده كده معايا هعمل كل الكميه وارجع لكم تاني. ودي يا حبايبي الكميه اللي طلعت لي من النص كيلو، هدخلها بقى على درجه حراره 180 وهطلعها، احطها في الرف الوسطاني واطلعها معاكم ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن هيبقى شكلها ايه. وكده يا حبايبي بعد ما البسكوت بتاعي طلع من الفرن بقى بالشكل ده، شفتوا التسويه بتاعته مظبوطه ازاي، شفتوا من تحت ومن فوق، دخلته على درجه 180 وطلع بالشكل ده. شفتوا القرمشه بتاعته، شفتوا دايب دوب. بصوا يا جماعه بسكوت عندي دايبه دوب عامله ازاي، بصوا دايبه وبتقرمش
والله يا جماعة ريحته مالية البيت ومالية العمارة كلها ومالية الشارع كله تقريبا. بألف هنا وعافية على قلوبكم وعلى اللي هياكلوا يا رب. يا رب يكون طريقتي نالت إعجابكم. لايك وشير وفعلوا زر الجرس، وما تنسناش في تعليق أو كومنت حلو منكم. ويا رب يكون طريقتي بتنول اعجابكم وطريقة تقديمي بتنول اعجابكم. ولو في اي تعليق او في اي حاجة اخواتي شايفينها في القناة وعايزين ان انا اعدلها، يا ريت تكتبوها لي وانا هعدلها، او ان انا هعمل اللي انتوا هتقولوا عليه الصح طبعا. ويا رب يكون كل الطرق اللي انا بنزلها بتنول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.